يا صباح الفل يا مساء الجمال والعسل وكل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا النهاردة، كنت عايزة اقضي معاكم يوم الجمعة، انا وكنت عايزة انزل لكم الفيديو في وقته، بس زي ما انتوا عارفين كان الفيس عامل معانا الجلاشة الصراحة، وكان مظبطنا قوي وكان بيختبر غلاوته عندنا، فكان منيل الدنيا على الاخر. فالحمد لله لما ظبط بقى قلت يا بنتي هند بقى ما ينفيش، انت مصوره روتين يوم الجمعه، هينزل حتى لو نزل الجمعه الجايه، انا ماليش فيه، بس الحمد لله يعني ما وصلناش للجمعه الجايه. عاملين ايه؟ والله وحشتوني، وبيوحشني كده ان انا اقعد اتكلم معاكم. ايه اخباركم؟ ايه رايكم في الجو الجميل اللي احنا فيه دوت؟ المهم بقى، انا قمت يوم الجمعه ده طبعا الطقوس بتاعتي المعتاده ان انا ايه اعمل فطار. فطار حلو بقى، فطار التجمع العائلي بقى. عارفين انتوا يوم الجمعه ده بيبقى فيه طقوس كده حلوه، ربنا يا رب يديمها علينا يا رب دايما نعمه. بصوا بقى، الناس اللي بتسالني بتعملي ايه على الشياطه، انا بحط عليها الاكل اللي بيبقى محتاج توزيع نار كويس. او طواجن مثلا ما بحطهاش على النار مباشره، والكلام ده كله في نفس الوقت بأمر عليها العيش. عشان برضو في ناس بيقولوا لي يا هنودة، احنا الشياطة دي بتطلع ريحة وحشة. هي بتطلع ريحة وحشة اول ما بتجيبيها 3 4 مرات كده على النار، بتخرج كل الريحة اللي فيها، وبعد كده ما بتشملهاش ريحة ولا بتطلع بخار ولا اي حاجة. فانت ممكن قبل ما تحطي عليها اي حاجة تسيبيها على النار شوية، تطلع كل الريحة اللي فيها وتطلع كل المادة اللي بتبقى مدهونة فيها، بعد كده هتبقى زي الفل وتعيش معاكي سنين. يعني انا الشياطة اللي قبليها قعدت معايا فترة طويلة، قعدت معايا سنين حرفيا، بتاع 4 سنين ولا 5 سنين، والله العظيم ما بهزر بدون مبالغة. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الشياطة تطلع ريحة وحشة أول ما بتجيبيها. ليه ما بجيبش أم إيد خشب؟ عشان أم إيد خشب بتتحط على النار مرتين تلاتة الإيد بتتحرق وبتفلت منها، فبتبقى الشياطة ما بعرفش أمسكها وأتحكم فيها. لكن دي بتبقى حلوة قوي، بتفضل لحد ما بتترمي الإيد فيها، هي الإيد منها فيها كده. اللي رميتها لأنها خلاص مع الوقت بتتاكل بقى، وبتبدأ إن هي تتكسر وبتبقى خفيفة والكلام ده كله، فبجيب واحدة تانية بتقعد سنين، يعني 4 سنين 5 سنين يعني، اخليها معمره اكتر من كده. بس فهي دي السبب اللي بيخلي الشطه تطلع ريحه. حطيها على النار لحد ما تخرج ريحتها كلها، وبعد كده زي الفل. بس هنا بقى عملت الفطار، وبعد كده بقى ايه، قلت يا بنتي يا هنود اخش اعمل ليك بقى كوبايتين شاي كده بنعناع، يعني انا واحده وزوجوجي واحده. و بصوا اليوم ده انا عملت فيه فطار وغدا، او فطار وعشاء ايا كان، اللي احنا بناكل وجبتين يعني في اليوم، مش بناكل 3 وجبات. واحنا اتعودنا على كده يا جماعه، ماشي، احنا اتعودنا على كده. عشان برضو البنات اللي بتسالني يا هند فين وجبه الغدا من يومك، انا وجبه الغدا عندي ساقطه، لان احنا اصلا مش بناكل 3 وجبات، يعني ممكن نقنقه في نص اليوم، بس الوجبات الاساسيه اللي هي بتبقى الفطار والعشاء. بس اليوم ده بقى انا فطرت، عملت فطار وعملت غدا ونزلت. تمام، نزلت التربيعة بتاعت القماش، جبت شوية حاجات للبت يويو، يا لهوي على الجمال والحلاوة. عايزة اقول لكم ان انا يعني بمنتج لكم الفيديو ده، وانا والله عملت لها منهم طقمين، بس طقمين ما شاء الله حلوين قوي. وفاضل لها معايا تقريبا واحد كمان عايزه اعمله، وعايزه بقى انزل لكم بقى الاشكال الجميله اللي انا عملتها لليويو. يعني كنت جايبه حاجات من بانترست كده جميله قوي، حافظاها عندي. انا اصلا التليفون عندي كله بيبقى صور هدوم عيال وهدوم كبار وكل الهدوم اللي انتوا عايزينها. ف... فعايزه ابقى انزل لكم ان شاء الله لما اخلص. المهم هنا حطيت شويه زيت ومكعب زبده، ونزلت عليهم بمعلقتين صغيرين سكر او معلقه كبيره، شوف انت حابه ايه. وهكرملهم كده مع بعض، عشان انا النهارده هعمل فراخ محشيه رز. ماشي، ممكن تعملي بقى رز بالكبد والقوانص، رز بالخلطة، رز بالمكسرات، رز سادة زي ما انا هعمل كده. نزلت عليه هنا ببصلايه كبيره مبشوره، او بصلتين وسط مبشورين، وهقعد اقلب كده لحد ما ياخد لون ذهبي غامق شويه، مش تحروقيه، لا لون ذهبي غامق شويه. و وانزل بقى عليه بالرز وكده. تمام، هنزل بس كمان على البصل بتوابل، هنزل بشويه ملح وشويه فلفل اسمر، وهنزل بذره قرفه، ولو عندك شويه بهارات حطي. وكمان هنزل بيه شوية صويا صوص عشان يغمق اللون ويديله لون حلو كده، ويديله كرملة حلوة. طبعا احنا حاطين معلقتين سكر في الأول، برضو بيدوا للرز طعم حلو قوي، ومش بيسكروا يا جماعة ولا بيبان فيه، والله العظيم ما تخافوش يعني. بص اللون غمق وبقى جميل ازاي.
بس هنا بقى غاسله حوالي كوبايه ونص رز، حطيتها صفيتها يعني وحطيتها تمام. في ناس ما بتغسلش الرز يا جماعه، بس انا لا، لازم اغسل الرز حتى لو جايبه انضف نوع، يعني مش عارفه، بحس انه لازم. تمام. هو الاكل عموما اذواق، يعني في ناس بتغسل الرز وفي ناس تقول لك لا احنا جايبين الرز اللي هو مكتوب عليه مغسول فما بنحطوش. بس انا حتى لو جايبه رز مكتوب عليه مغسول انا لازم يعني لازم يدوق الميه، لازم ما اعرفش، احنا متعودين طول عمرنا ان الرز يتغسل ونفضل نغسل فيه لحد ما ميته دي تبقى قشطه، وبعدين نبدا ان احنا بقى ايه نسقطه في الميه او نسقطه في الاكل بتاعه، يعني ما اعرفش، احنا متعودين على كده، كل واحد على حسب التعود بتاعه. هنا بقى اقعدي قلبي يا بنتي كويس قوي كده وخليه زي الفل. بعد كده هنا هزود شويه ميه مغليين، ليه بقى؟ عشان انا عايزه انزل. انا لو مش عايزه انزل ومستعجله كنت عادي حطيت ميه من الحنفيه عادي وهو غلي مع نفسه عادي، بس انا هنا مستعجله. طيب هتحطي ميه قد ايه؟ انا هحط ميه تخلي الرز يستوي 3/4 سلقه، انا مش عايزه الرز يستوي سوا كامل عشان انا هاخد منه جزء هحشي بيه الفراخ، فلو استوى كله هيعجن في الفرخه، فاهمين؟ واللي باقي هبقى اكمل عليه ميه يعني واسويه. طيب دي ايه يا هند؟ دي بصلايه مبشوره عليها طماطميه مبشوره، وحطيت عليها شويه توابل ملح وفلفل وبهارات والكلام ده كله، وقلبتها كويس قوي، وحطيت كمان عليها شويه كاري. خطوه عاديه يعني، مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، انا حطيتها في الاخر يعني لما افتكرت قلت هحط شويه كاري، لكن لو انت مش عايزه تحطي ما تحطيش. وهبدا احشي الجلد بتاع الفرخه اللي هو ما بين الصدر وما بين الورك وما بين الفرخيه نفسها، علشان اطعم الفرخه، اخلي الفرخه نفسها طعمها حلو، اخلي لحمه الفرخه تبقى طعمها حلو. انتوا عارفين الخطوه دي لو عملتيها بدري شويه، يعني لو انا عملت الخطوه دي بدري شويه كانت الفرخه بقت احلى من كده، بس انا للاسف طلعت الفرخه يومها وفكت يومها وكل حاجه كانت يومها، بس برضو كانت جميله يا جماعه. بصوا انا هنا عشان الفرخه كانت متلجه شويه فكان الجلد لازق في البتاع، فبحاول افرغه تاني، طبعا الفرخه دي متشيله متنضفه، بحاول ان انا ايه افك بس الجلد كده من غير ما يتقطع، لان هي كانت مجمده شويه، يعني هي كانت ساقعه شويه فكان الجلد لازق في اللحم، فبحاول ان انا افرغه كده تمام تاني، واحشي الخلطه دي ما بين اللحم والجلد، بتبقى تحفه، بتبقى رهيبه. عايزه في مره ابقى اعمل معاكم المرتة الدمياطي، هي اسمها تقريبا مرتة دمياطي، بس اعملها فراخ مش هعملها في البط، انا عارفه ان اساسها البط، بس انا زوجي ما بياكلش البط والوز والارانب والحاجات دي كلها، فاحنا بنكوكي بس، يعني بناكل فراخ بس. فمش عارفه هو مش بياكل حاجات دي، لدرجه ان انا نسيت طعم البط من كتر ما هو مش بياكله. جبته مره اول ما اتجوزنا والبطه كانت كبيره جدا عليا جدا جدا، فقلت لا انا عمري ما يعني هجيب بطه بالله عليكم عشان اكلها لوحدي. فدلوقتي حتى لما باكل بط بحس ان انا طعمه غريب في بقي، نسيت طعمه، ما بياكلش البط والفراخ والوز والارانب، انا ما باكلش الارانب الحمد لله، بس هو ما بياكلش اي حاجه غير اللحمه والفراخ بس، اي حاجه تانية بتطير لا، لا ديوك ولا بط ولا وز. مش عارفه بقى كله ازواجه زي كده ولا انا اللي جوزي لوحدي كده. الحمد لله راجل موفر والله، بيوفر. انتوا عارفين البطه دلوقتي بكام؟ 8 جرام دهب. المهم هنا بقى بحشي الفرخه كويس قوي. بصوا يا جماعه انا هنا غلطت غلطه ما تغلطوهاش، كترت الرز تحت الجلد وده ما كانش ينفع، المفروض ان انت ما تحطيش رز كتير تحت الجلد لان هو بيكمل سواه، وطبعا اللحمه لما الفرخه لما بتتسلق الجلد بيطرى فيفرقع منك، تمام. دي غلطة عملتها مني طبعا، والغلطة دي محدش يعملها. لو انتي يعني مش عايزة تحشي تحت الجلد، يا اما تحشي طبقة رقيقة قوي 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 من الرز، يا اما ما تكتفي بالرز اللي جوه الفرخة، تمام، عشان ايه ما تعملش اللي عملته، لان انا فرقعت مني كمان لسبب تاني غبي مني انا كمان شخصيا، هتشوفوه دلوقتي. يعني انا عملت حركة غبية قوي. طبعا عقبال ما بحشي الفراخ انا حطيت الميه على النار فيها شويه من الخلطه اللي حشيناها تحت الفراخ، كده كده ميه الفراخ او شوربه الفراخ بتاخد ايه؟ بصل وتوابل والكلام ده كله. انا بقى كنت عامله الخلطه اللي هي فيها البصلايه والطماطميه المبشوره والكلام ده كله، كان فيها التوابل بتاعتها، فخليت منها شويه حطيتهم في الشوربه، يعني هي بالظبط، بل بالعكس الحاجه المبشوره بتدي طعم للشوربه احلى من الحاجة السليمة، بتحس ان هي كده ميتها كده وكله بتنزل في الشوربة فبتطعمها قوي. طبعا ايه زودت شوية توابل يعني للشوربة يعني كطعم، لكن كده كده الفراخ هتبقى زي الفل، علشان احنا اصلا متبلين اللحمة بتاعتها. طبعا بحاول بعد ما بحشي الفرخة لازم ادخلها في البتاع اللي هي اللي ورا دي، اللي هي بتبقى ناحية الزلموكاكة بتاعت الفرخة،
تمام. فلازم تحافظي على الحته دي كويس قوي لو هتحشي الفرخه، لان هي دي اللي بتدخلي فيها الرجلين عكس عكاس كده عشان الرز ما يخرجش منك. ممكن على فكره تقفليها بخله لو حسيتي ان فتحه الفرخه ممكن تخرج الرز، اقفليها بخله. هنا بقى كنت لبست ونزلت، يعني انا سلقت الفراخ وظبطتها تمام وشلتها من الميه كمان ولبست ونزلت، رحت تربيعة القماش جبت الحاجه بتاعتي كلها، لان مش هينفع كنت اتاخر بقى الناس بتقفل وكده. وجبت كمان بقى ملوخيه وجبت كيس الجبنه ده، وجبت بتاعه الكبسه دي قلت اجربها وكده. بصوا بقى اللي فرقعت. وانا بقلب انا حطيت الفرخه على العظم على ظهرها من ورا عشان تتسلق. لما جيت اقلب الفرخه على قلت ايه اقلب الفرخه بقى، برغم ان الفرخه كانت يعني كانت الميه مغطياها، معرفش بقى غباء مني. بقلب الفرخه بمعلقه سيليكون فكانت هتقع مني في الشوربه تعمل تش، رحت سنداها بالسكينه. يعني هي الفرخه من تحت العظم على بتاع السيليكون، ومن فوق بسن السكينه، فراح سن السكينه غرز. طبعا الجلده كانت خلاص هتتقطع عشان كانت عامله. معلش يسري كانت هتقوم الحمد لله نامت تاني. ايه بقى كنت بقول لكم ايه، ان الفرخه كانت طريه وانا كنت مزوده الرز، فروحت سنداها وهي بتقع بالمعلقه السيليكون، رحت سنداها بسن المعلقه بسن السكينه، راح سن السكينه غرز فيها، راحت واقعه في الشوربه عامله تش، والسكينه راحت قاطعه الجلد زي ما انتوا شفتوا، راح الرز كله وقع في الشوربه. طبعا دي حركه غبيه مني جدا، لا انت المفروض من وجهة نظري يعني ان انتي تحطيها الناحية اللي انا بدهنها دي على ظهرها كده ناحية العظم، مش ناحية خالص الصدر اللي انتي حاشياه، وتخلي المية تغمر الفراخ. هي كده كده ان شاء الله هتستوي. ما تقلبيهاش بتبقى رقيقة جدا، وما تكتريش الرز، ده غلطة حصلت مني. هي السكينة بنت اللذينة دي اللي بسند بيها راحت غارزة في صدر الفرخة ناحية الجلد كده، راحت لقيتها مقطعة الجلد، وطبعا كله وقع في الشوربة. فالحمد لله يعني كده كده كانت الفرخة نفسها محشية رز، فالموضوع اتقضى يعني. بس انا كان نفسي ان هي تطلع كلها سليمة يعني، بس مش مشكلة الحمد لله. طب التانية ايه؟ الحمد لله الحمد لله، قولوا الحمد لله يا جماعة، هنعمل ايه طيب؟ ما هو البني ادم لو متعلمش من غلطته هيبقى زي هند كده. تمام. انا عملت الغلطه في الفرختين، وطبعا دي حاجه كانت منيله يعني، الواحد مش يتعلم، لا انا اللي هو الفرخه التانية حصلت كده فبتاكد من الفرخه التانية، يعني الاولانيه باظت فطب نتاكد ان التانية باظت برضو. البني ادم احيانا لما دماغه بتقف عن التفكير بيحس ان هو في البزراميطه. الحمد لله. هنا انا زودت شويه شوربه من بتوع الفرخه على الرز عشان يكمل سواه، لان انا طبعا ما خدتش الرز كله عشان احشي بيه الفراخ. وهنا بقى الناس اللي بتسأل على الملوخيه الخضراء، انا بحط الملوخيه يا جماعه اول ما بتبدأ تفك بنزل بالشوربه واحده واحده. ليه؟ عشان الشوربه ما تزيدش مني، عشان انا ممكن احط شوربه كتير وانزل بالملوخيه الاقي الملوخيه خفيفه قوي وصيصه. تمام. وده كان بيحصل معايا. فانا لا دلوقتي بحط الشوربه، بحط الملوخيه اول ما تبدأ تفك بنزل بالشوربه شويه شويه، اشوف بقى هيحصل ايه. لو احتاجت شوربه تاني بزود، ما احتاجتش خلاص ابقى انا اللي متحكمه في الحوار بتاع الشوربه ده. فاهمين قصدي؟ وده افضل بكتير. طيب انا عملت للفراخ خلطه كده دبس رمان بشويه صويا صوص، وحطيت شويه توابل وشويه زيت، ودهنت الفرخه قبل ما احمرها. ليه يا هنوده؟ بتاخد لون حلو قوي وبتاخد كرمله رهيبه، وممكن تحطيها تحت الشوايه في الفرن، بس انا زوجوجي قال لي انا عايزها متحمره طبعا، واحنا لازم نسمع كلام زوجوجنا. تمام. فهو اهم طبعا بألف هنا وشيفا، وهي كانت زي العسل. عايزه اقول لكم الخلطه دي بتكرملها جدا. فحطيتها في حطيتها في الزيت كانت رهيبه بقى وخدت لون بسرعه. تمام. وعملت بقى الطشه بتاعتنا اللي هي الشهقه الجميله بتاعتنا، وندوق بقى الملوخيه نلاقيها رهيبه. طبعا الشوربه كانت طعمها حلو قوي بسبب الخلطه اللي احنا عاملينها بالبصل والطماطم دي، فكانت الشوربه زي العسل. الف هنا وشفا. وهنا الرز بقى كان استوى. يا سلام بقى لو عندك شويه مكسرات حمرتيهم. زوجي ما بياكلش المكسرات. بص محمد في اكله كده ليه طقوس معينه، فبحاول امشي عليها. لو عندك كبد وقوانص برضو كان يبقى رهيب الرز لو كنت شوحتيها وحطيتيها فوق الوش. بس انا الكبد والقوانص بتاعت الفراخ الصراحه كنت واخداها حطها مع كبد وقوانص تانية يعني في الفريزر. تمام. فما اهتمتش بالحوار ده قوي. هنا بقى خدنا الفرخه اللي واخده لون رهيب. تمام. ممكن تدينيها صلصه وتدخليها في تحت الشوايه براحتك خالص يعني زي ما انت عايزه. بس ونعمل بقى الشوربه الملوخيه. بصوا بقى الملوخيه تقيله ازاي عشان انا متحكمه في الشوربه. اخر مره كانت خفيفه قوي مني الصراحه، ومحمد قال لي لا خفيفه قوي.
بصوا بقى منظر الاكل، الله اكبر ما شاء الله، الف هنا وشفا على اللي هياكل واللي هيعمل وياكل واللي كل. وعملت كمان سلطه الزبادي كده نغمس بيها الفراخ، كانت الحمد لله حلوه قوي. نيجي بقى للحظه اللي انا بحبها شخصيا، اعمل بقى كوبايتين شاي حلوين كده بقى نحبس بيهم. في اليوم ده الصراحه انا ما كنتش شاربه قهوه، فقلت لمحمد تشرب شاي ولا قهوه؟ قال لي لا انا اشرب بعد الاكله دي شاي. فقلت له خلاص انا هشرب كوبايه قهوه، بصراحه كنت مصدعه قوي. فقلت بقى ايه، اعمل لي كوبايه قهوه حلوه كده. اه بالمناسبه قولوا لي يا جماعه، تحبوا ان انا هنا التليفون كان وقع وعدلته الحمد لله. المهم بالمناسبه قولوا لي تحبوا انزل لكم الهدوم اللي عملتها بتاعه يويو، ولا مش حابين؟ قولوا لي يعني انزل لكم الهدوم تاخدوا منها افكار، ولا انتوا ما بتهتموش وبتحبوا تجيبوا جاهز مش بتفصلوا، ولا انا بس اللي مهتمه بالتفصيل عشان انا اللي بفصل لبنوتي؟ فقولوا لي لو حابين انزل لكم الاشكال بتاعه الهدوم، اما اخلصها ابقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله وانزلها لكم، ولا انزلها لكم لما اجي اعملها، اما اجي البسها لها. قولوا لي بقى، يعني قولوا لي كده انتوا حابين ايه وكده يعني. بس هنا بقى كنت خلاص بعمل القهوة، كانت على النار بقى نشرب بقى ونمزج دماغنا ونقعد والله العظيم. خلاص بقى عشان فعلا الواحد تعب. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو عجبكم الفيديو صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو. بس كده.